خير له في الدنيا والآخرة خير القرآن الكريم. فكل من يتبع القرآن الكريم فالله سبحانه وتعالى يكرمه إكراما في الدنيا والآخرة، كذلك له فضل وجزاء. اسمع ذلك قول المولى تبارك وتعالى: ينعم أهل القرآن الكريم، ينعم أهل القرآن الكريم يعني يصفه ويمدحه المولى تبارك وتعالى، وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذا هذا فضل كبير وصفة أهل القرآن يهدي، والهداية هي معرفة الله وحفظ كتاب الله والعمل به، فله جزاء كبير. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نعت أهل القرآن وجزاؤهم بالآخرة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وإذا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وهو شفيع لأمته، كذلك القرآن صاحبا لك في الخلق، بداية في الخلق عند سؤال الملكات، يأتي إليك مؤنسا. القرآن الكريم يكون مؤنسا في الخلق بصاحبه. كذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه أن صاحب